يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. تعالوا اليوم مع بعض نعمل متبل الشمندر بطريقة كتير سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي أنا هون كيلو من الشمندر، أنا غسلته كتير منيح وسلقته، وبعد ما سلقته صفيته وقشرته وتركته يبرد وقطعته. أنا هون باستخدام الهراسة أو الفعاصة، شو بتسموها ما بعرف، بدي أهرس الشمندر كتير منيح. أنتوا بتقدروا تستخدموا الفود بروسيسور بحيث يكون الطحن كتير ناعم مثل الحمص، بس أنا بدي إياه خشن، وبضلني هيك أهرسه حتى نحصل على هذا القوام، قوام خشن مش كتير ناعم. معي هون كوب واحد طبعا من الأكواب العيارية من الطحينة، ومعي عصير حبتين من الليمون، ومهروس سن تومة واحد، وطبعا الملح، وضفت هون زيت زيتون، وبنحرك كتير منيح وبنقلب المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس. طبعا بعد ما نحرك ونقلبه كتير منيح بدكم تدوقوه وتعدلوا الملح فيه، لأنه الشمندر طعمه شوي حلو. بعد هيك أنا حطيته بطبق التقديم، وطبعا حطيت عليه الزيت لأنه كل أنواع المتبل بتحب الزيت، وزينته بعرقين بقدونس. شفتوا ما أسهل الطريقة ولا أسهل من هيك. وبس هي كانت وصفتنا لليوم. يا ريت إذا عندكم تعليق أو سؤال تحطوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، وصحتين وعافية على قلوبكم.